معرض الكتاب فاضل عليه أيام، وفي وسط زحمة الكتب لفت انتباهنا برومو رواية شاطر الجن العاشق. قلنا نقابل مؤلف الكتاب الكاتب عبد السلام إبراهيم ونعرف حكاية شاطر الجن العاشق. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. قبل اي حاجه عايز اسالك ايه يعني ليه شاطر؟ ليه شاطر؟ مم. فاكر زمان لما كنت في المدرسه بتعمل حاجه وكده كان بيقول لك ايه؟ شاطر. شاطر دي اساسا هي كلمه او هي اسم الجن حقيقي. يعني من اسامي الجن لو عملت بحث على الانترنت كده هيقول لك ان من ضمن اسامي الجن في جن اسمه شاطر. هما بيسمونا على اسمه؟ فهم لما احنا فضلنا نقول ايه انت شاطر شاطر، هو احنا عايزين نقول لك ان انت جن فعملت الحكايه ما خطبتش يعني. انت جن يعني. انت جن. بص، هو انا فان للبيج بتاعت المؤلف بقالي اكتر من سنتين، فعارف ان انت يعني معظم السنتين دولت لا اما بتكتب حاجه اجتماعيه لحاجه رومانسيه. انا عايز اعرف ايه سر التحول من اجتماعي ورومانسي لخيالي لو احنا حولنا ده احنا عملنا كتاب كمان. كمان. يعني هي النقطه ان احنا حبينا نعمل حاجه مختلفه، وفي نفس الوقت انت في ساعات بتحصل لك ايه، يعني بتحصل لك تجربه كده بتلاقي نفسك انت عايز تنقلها للناس، يعني عايز تشرح للناس ان في حاجه. حصلت لك تجربه معينه في الموضوع ده؟ حصل لنا تجربه كبيره. يعني انا كان ليا واحد زميلي و... وتعب فجاه وتعب تعب كبير وما بقناش عارفين هو تعبان بايه. يعني رحنا لدكاتره كتير جدا وحاولنا نوصل هو هل تعبان نفسيا، وديناه لدكاتره مخ واعصاب، حاجات كتير قوي. في الاخر حد كده وصف لنا قال لنا دوت ممكن يكون عنده مس. احنا تملي بنسمع عن المس دوت وطول عمرنا عارفين ان في مس وفي جن ومؤمنين ان طبعا يعني حسب القران ان هو مذكور ان في جن. لكن حته ان احنا نلمس الموضوع دوت بايدينا لا، احنا مش شايفين حاجه. فاحنا تملي 3/4 يقول لك لا الخيال دوت ده كلام فتي، ده كلام حاجه مش متشافه. حاجه مش متشافه. فلما رحت معاه التجربه فرقت، اللي هو لقيت اولا الشيخ دوت في الاول انا كنت بتعامل معاه ان هو دجال. رحت اصلا؟ رحت انا، ما هو انا كان لازم اروح لان انا او احنا مش عارفين له حاجه. فلما بيكون معاك حد عزيز عليك وتعبان بيبقى عندك مشكله، اللي هو انت اي حد هيقول لك ان ممكن يكون الشفاء في لو 1% انت هتتحرك وهتروح. فاحنا رحنا بالفعل، سيبك بقى من ان احنا متعلمين والكلام ده كله، كل ده احنا بنرضى يعني ورا ظهرنا، وحبينا نسمع يمكن الراجل ده يقول حاجه مختلفه. الغريب ان اللي احنا رحنا له دوت مش شيخ بمعنى كلمه شيخ، ده هو اساسا مدرس عربي، وكمان يعني هو سايب التدريس والراجل ده موجه لغه عربيه. فده حد متعلم، احنا مش رايحين لحد جاهل. خيالي في الاول ان احنا اول ما يعني هنخش على الراجل ده هنلاقي الراجل دوت عارف اللي هو البخور والمنظر اللي احنا دايما بنشوفه في الافلام. لقينا الموضوع مختلف خالص. المفاجاه ان احنا لما دخلت، يعني انا زميلي ده كنت ماسكه في ايديا واحنا لسه داخلين البيت، هو فجاه اتلجم بشكل غريب وابتدى وشه يتغير وابتدى صوته يتغير وبقى مش عايز يطلع وبقى يقول لي لا المكان ده فيه حاجه غلط. بقيت مستغرب، هو يا ترى هو مش بيمثل، هو تعبان فعلا. فلما طلعنا لغايه ما طلعنا بقى قاعد قدام الراجل وبقى قاعد متلبش بشكل غريب. حصلت حاجات كتير واحنا قاعدين، يمكن انا فيها اجزاء كبيره منها، يعني اجزاء كبيره جدا من القصه انا كاتبها فيها، ذاكر فيها الكلام دوت يعني بشكل القصة كبير. متأثرة من الموقف حصل؟ انا كاتب 3/4 الحاجات الحقيقيه اللي حصلت في القصه. انا كاتب في الاول ان القصه من خلال المؤلف، لان انا طبعا يعني رايح بشاطر في اتجاه كمان رومانسي. يعني هو الموضوع ان انا حبيت اوصف موضوع الجن، واوصف ان في موضوع مس، واوصف شويه حاجات احنا ما بنسمعهاش. يعني مثلا اقول لك على حاجه، انا عمري ما سمعت مثلا اسمع تملي ان في حد في مس، لكن ما اسمعش ان في حاجه اسمها توكيل. ايه توكيل دي؟ حاجه غريبه صح؟ انت اول مره تسمع يعني ايه توكيل. المفاجاه ان احنا عرفنا، يعني هو زميلنا ده عرفنا ان هو دخل في حد جه وقال له ان انت تعبان، حد في الاول خالص. ده اللي عرفناه منه لما ربنا كرمه واتشافى واحده واحده بقى. عرفنا ان هو في حد تاني غواه في حته ان هو ايه، ان هو هيكشف له ان هو تعبان ومش تعبان وحاجات من دي، انه تعبان نفسيا. في الاول خالص كان مفيش حاجه. وبعد كده وهو بيكشف عليه فهو لبسه خاتم فضه.
لما لبسه الخاتم الفضه وبعد كده قرا حاجات وكده، بعد كده حاله اتقلب. الكلام ده بمجرد ما الشيخ سمعه الراجل اتلبش بقى حد تاني، فبيكلمنا على حته اللي هو خاتم فضه. فبعد كده انا بقيت احاول بقى يعني عايز افهم منه هو خاتم فضه يعني ايه خاتم فضه. انت لو قال لك ده واحد البنت خاتم فضه وقرا مش ايه يعني، هصدقك. يعني ايه حتى لو خاتم فضه، خاتم فضه ايه. لكن المفاجاه ان هو طلع ان هم عندهم في العالم ده ان الناس اللي هي اللي فعلا يعني بتحضر جن وبتعمل الكلام ده، تقدر ان هي من خلال خاتم فضه ان هو يلبسه لك ويقرا شويه حاجات، يعمل حاجه كده اللي هو يعمل توكيل ما بينك وما بين الجن، ويفتح حاجه في جسمك ان يقدر يدخل الجن اللي هو عايزه جوه جسمك. عايز اعرف رد فعلك لما سمعت الكلام ده كان ايه؟ انا في الاول ما كنت مصدق، بس لولا ان انا بسمع الكلام من ناس فاهمه، فغريبه الناس دي، وناس ابتدى يبقى في فاهمه شك. وناس متعلمه وناس بتختم قران. يعني في ناس انا رحت لكذا حد خلاص الموضوع بقى شديد انتباهي قوي، اللي هو معقوله الكلام دوت بجد. انا اعرف ان حد في الحمام جاله مس فبيقروا عليه قران وبعد كده ربنا بيشفيه، لكن اعرف ان لا، ان حد خلاص هو جسمه مفتوح والجن بيخش له من كل اتجاه وفي اكتر من جن في جسمه، لا الموضوع كبر قوي. يعني عارف اللي هو لا، انا جالي فضول اعرف ايه الموضوع. يعني اعرف حكايه ان انت بتتكلم ان في خاتم وفي توكيل، ايه ده كلام جديد علينا. انا اول مره اسمعه. اول مره. انت بص، انا اول مره كمان كنت بسمعه، يمكن انا ذاكر الكلام ده في الكتاب، لان فعلا الناس ما عندهاش خبره عن الموضوع قوي. لما انا دخلت في الحكايه لقيت الموضوع لا مختلف. بعد شويه يعني مره زمان سمعت حكايه وكنت تملي بناخدها انها نكته. كان يقول لك ان مره واحد كان ماشي والراجل دوت وقع في حفره فكان فيها جن فاتلبس. فبعد كده لما راح لشيخ فالشيخ قال له ده انت اتلبست، كان الحفره اللي انت وقعت فيها دي كان فيها فرح بتاع جن، فالفرح كله لبسك. كده والله العظيم. فكنا نسمع الحكايات دي كنا نقعد نضحك، اللي هو انت بص فرح ان انت وقعت وفرح لبسك، فرح كامل بمعازيمه وبالعريس والعروسه وكله. فكان الموضوع بالنسبه لنا كوميديا. لكن بعد شويه لما الراجل بيتكلم بيقول ان هو فاتح توكيل في جسمه وجسمه مفتوح وفي مش جن واحد ده في اكتر من واحد، وابتدى يقرا قران وابتدى يقول له يعني ويجيب شمع ويحط الشمع ويقول له انت شايف اللي على الشمع، يقول له انا شايف دي وشايف دي ودي بتتحرق ودي ما بتتحرقش. الموضوع لا فيه رهبه شويه. فلقيت الموضوع اختلف، فحسيت ان انا محتاج ان انا اوصف الموضوع دوت، يعني ممكن باطار رومانسي، باطار يعني حاجه فيها برضو شويه من الكوميديا. انت برضه ما طلعش من الحته اللي انت كنت بتعملها خالص. يعني عندك هتلاقي انت لو قريت الكتاب يمكن الكتاب هتلاقيه ماشي كله في اتجاه رومانسي. يعني شاطر ده اساسا شخصيه رومانسيه يعني. بس عايز اعرف شاطر نفسه يعني الفكر، يعني الشخصيه نفسها جات لك منين؟ يعني حد الهمك ليها ولا هي جات لك كده؟ زميلنا ده وهو في الموال دوت وعمال يحرق جن ومش جن والكلام ده كله، فكان محتفظ يعني هو بيقول للشيخ ان في جن هو مش عايزه يمشي، هو بيحبه يعني عايزه يبقى معاه، هو مش اذيه وهو صاحبه. فبس هو الصراحه الامانه ما اسموش شاطر، بس هو كان متعلق بالجن قوي ان هو كان مش اذيه وكان زميل ليه. فدي لفتت انتباهي، فكانت اول الموضوع ان هو لو انا يعني فكره القصه بتاعتنا ان احنا لو خلينا شاطر ده ان هو حد زميل او حد حبيب للبنت، بس حبيب من نوع تاني. يعني احنا معظم حتى اسم القصه تقول لك ايه شاطر الجن العاشق. اول ما تسمع شاطر الجن العاشق تحس دماغك هتوديك في حته تانية، انت بتتكلم بقى عن نفس وحاجه مش كويسه. لا خالص، انا يمكن خدت القصه كلها في اطار رومانسي، ما خرجتش من حته ان ايه ان اخرج لاي حاجه غلط. هي يعتبر في الاول يعني من غلاف الكتاب تفتكر ان هي رعب. لا ده انت تفتكر كمان ان هي رعب، وممكن تبص كمان ان هي اصل في حته كده مش ادبيه شويه، اللي هو الجن العاشق والجن اللي هو بيصاحب انثيه. لا هي الموضوع بعيد عن كده خالص. اوكي، انا لقيت ان احنا برضو دخلنا في حته رومانسيه. يعني انا عاجبني ان طريق شاطر ويكون في ناس تعلق بشاطر. ايوه عايز اقول لك ان في كومنت من حد على الحكايه يعني على القصه على الفيسبوك، في بنت كاتبه ان هي يعني عايزه شاطر ده في حياتها. ايوه كلنا عايزين شاطر. بس فهي الحكايه كلها جت من تجربه حقيقيه، وابتدينا فعلا ان احنا ندخل.
في الموضوع ان احنا عايزين نوصف للناس الحكايه ماشيه ازاي. موضوع فعلا حقيقي وفي حاجات كتير قوي. يعني مش هقول لك ان انا مش بؤمن بالجن من بدري والكلام ده كله، لا. انا مثلا في اول جوازي، اول ما اتجوزت في شقه ايجار. فالشقه دي اول ما اتجوزت بعديها بيومين كده وانا نايم كده، فجاه لقينا دربكه كبيره قوي في الريسبشن. قمت جريت، لقيت النيش عندي متدغدغ. قلت عادي، النيش في اي جوازه في الاول اول كام يوم وهتلاقيه اتدغدغ لوحده، فعادي. بعديها عدى مثلا 3 4 ايام، فالراجل اللي جنبينا جه يزورنا. راجل كده داخل هو ومراته، بس كان راجل يعني فعلا مروش، يعني عارف في روشه كده غريبه. الراجل والله الراجل قاعد مقلقني. انا قاعد والمدام قاعده جنبي وعمالين بنتكلم معاه. الراجل عمالين نتكلم وهو كل شويه يبص كده ويبص كده، وبعد كده الف مبروك الف مبروك، وراح واخد وقته، راح قايم ماشي من غير اي سبب. وراح واخد مراته وراح قايم ماشي. فانا استغربت، حتى بصيت للمدام عندي فقلت لها غريبه، الراجل ده انتوا بيتعامل ليه معانا كده؟ هو ده قاعد في الشقه خايف. بعديها قاعد بتفرج على التلفزيون بالليل والمدام عندي نايمه جنبي، وانا قاعد بقى هادي كده مع نفسي، فلقيت السيفون اتشد. والله العظيم، والله اللي انا بقوله دوت ما فيه اي حاجه دراما او مبالغه او كده، لا هي كده. فقمت جري طبعا، سيفون اتشد، ايه ده؟ لوحده كده. لوحده. فجريت على الحمام بفتح، لقيت السيفون فعلا مشدود، يعني صوت الميه لسه بتنزل. اتخذت، وبعد كده رجعت نمت جنب مراتي كده وانا قاعد ساكت كده. فجاه لقيتها راحت ماسكه في ايدي. فزعت ماسكه في ايدي ليه؟ اتاريها ماسكه في ايديا وعماله تقول لي بص بص الراجل اللي ماشي ده، بص بص. هي مفتحه عينيها. بعد كده راحت فايقه فقالت لي انت شفت الراجل اللي نزل من الشباك ده؟ فبقول لها، قالت لي والله انا بحلم ده في حد اسود نزل من الشباك جري. شد السيفون ونزل. يعني شد السيفون شد السيفون ونزل. فطبعا عارف انا مش عايز احكي لها ان اللي حصل من شويه وانت نايمه مع اللي انت بتقوليه ده، لا في حاجه غلط. قعدنا شويه في الشقه. بعد كده في يوم خارج بالليل برضو، رحت الشقه كانت كبيره شويه، فكنت ماشي في الطرقه بتاعت شقتي لغايه ما وصلت المطبخ. فبفتح علشان اجيب حاجه، فلقيت خيال عدى هوا كده من جنبي. ايه ده؟ ده بجد؟ رحت واخد بعضي ورحت راجع اوضه النوم تاني وقعدت جنبها ما بتكلمش. خلاص بقى انا هتكلم اقول ايه؟ عارف الموضوع، لا اللي هو ده بجد ولا ايه؟ المهم رحت قلت لها بقول لك ايه، ما تيجي ايه نروح نقعد عند مامتك. رحت واخدها فعلا ونروح. ما رضيتش احكي لها اول الموضوع، قلت يمكن انا متهيألي. وبعد كده رجعنا تاني البيت وقعدنا. فجيت في مره بفتح الشقه، لقيت الاكل والحاجه مرميين على الارض، وادور على المدام عندي ما لقيتهاش. قلقت، قلت الشقه ورحت جاري. رحت على ايه؟ على مامتها. لقيتها قاعده وجايبين لها ليمون وبيهدوها. ايه يا جماعه اللي حصل؟ قالت لي انا دخلت الشقه بفتح ومعايا الاكل في ايديا، بفتح لقيت واحده ست قاعده قدامي على ال في الريسبشن على الكلام. طبعا هي كلامها مع اللي حصل، لا في حاجه غلط. قعدت اديها طبعا والكلام ده كله، وخدتها وروحنا وكده، وقلت لها مفيش الكلام دوت ومش عارف ايه. لسه بقول لها الكلام دوت، ولسه مشغلين فيلم بالليل بنتفرج، ورحت برضو اتمخطرت لغايه الثلاجه، قلت علشان اجيب حاجه اكلها وراجع. في الرجعه بتاعتي دي راح حاجه معديه من ورايا جري كده. قلت لا خلاص بقى كده، لا خلاص اعمل ايه؟ الشقه دي فيها حاجه يعني. فخدنا بعضينا فعلا وخدتها ومشيت من الشقه. بس قبل ما امشي من الشقه قبل ما اسلمها، انا جبت الراجل اللي جنبينا وسالته، قلت له بامانه الله علشان الشقه دي لو حد جه سكن فيها وفيها اطفال، الشقه دي فيها حاجه؟ فالراجل حكى لي ان الشقه دي اساسا كان فيها واحده ست عايشه، هي وبنتها، وبعد كده وابنها. فابنها عمل حادثه، فجابوا ابنها وطلعوه له وهو ميت في الشقه. مش هي دي الحكايه. في الشقه اللي انا بتكلم فيها مش هي دي الحكايه. الحكايه بقى ان الست راحت داخله مولعه نفسها وفضلت تجري في الشقه رايحه جايه. بجد؟ والله فضلت تجري في الشقه رايحه جايه. فبالتالي وبعد كده لغايه ما اتصفت، وبعد كده اتقفلت الشقه فتره كبيره قوي، وبعد كده انا اجرتها. عشان كده الراجل اللي جنبينا كان داخل خايف. فدي كانت تجربه حيه انا شفتها بعينيا.
يعني عارف اللي هو مش بحكي حاجه حصلت لحد، لا دي انا شفتها بعينيا. طب برضو مش عايز ابعد عن الكتاب، برضو انا عايز اعرف يعني ايه اكتر جزئية يعني مؤثرة يعني في الرواية نفسها، انت حاسس ان دي مؤثرة فيك؟ بص هو القصه هي روايه كبيره فيها احداث كتيره، يعني يمكن كل اللي كنت بحكيه لك دوت يمكن انا خدته وركزت عليه قوي في الجزئيه اللي فيها الشيخ بيحضر شاطر للبطله اللي هي ليلى عشان يثبت لها ان هو كذاب. في الحته دي يمكن انا ذكرت الخاتم والتوكيل وحاجات من دي، لكن اكبر حاجه بقى ان الجزئيه دي وانا بعملها انا حصل لي بلاوي شفت كبيره. حاجة معينة؟ لان يعني دي، يعني في ناس تقول لك ايه، تقول لك اللي بيكتب قصه فيها جن وشيطان وبتاع لازم بيحصل له حاجه، ايوه ده حقيقي. وساعات احنا كنا نقول لا ده كذب وكلام فارغ. لا هو انا حصل لي موقفين يعني انا ابطل بالعشره ان هم مستحيل يكونوا كده يعني. بص انا هقول لك على حاجه، انا من عادتي ان انا لما باجي اكتب روايه ممكن اجي مثلا اكتبها، طبعا مش تكتب من يوم وليله، انا ممكن اكتب كل فتره جزء. الرغب بيبقى كبير في الكتاب. موال كبير، وكمان الدوت ده عشان كتاب، فدار النشر كمان عايزه كتاب في روايه كامله غير ما بنكتبها على الفيسبوك، فطبعا كانت واخده وقت. انا قعدت اكتبها تقريبا في حدود سنه. سنة؟ في حدود سنه عمال اكتب فيها وكل شويه اكتب جزء منها. فقاعد في الشركه بعد ما خلصت الشغل كده بالليل والناس مشيت وانا قاعد في هدوء كده، فقلت اكتب ايه، كنت واقف عند الجزئيه اللي هي الشيخ المفروض ان هو هيحضر شاطر على خالد اللي هو بطل القصه. ففي طلاسين كده المفروض ان هي تتكتب. الطلاسين دي اساسا زمان كانوا بيضحكوا علينا في فيلم كده اجنبي، كان يقول لك الطلاسين دي في الفيلم اول ما بيجي يقولها النور بيطفي. انا سمعت حاجة شبه كده. هي حاجه كده. انا في اعدادي كنا قاعدين وبنتفرج، فواحد صاحبنا قفل النور، انا توقعت ان هو قفل النور، وطبعا ما صدقتش الكلام ده وخدتها تهريج وقفلنا الموضوع على كده. فلما جيت اكتب الطلاسين ديت وانا قاعد، اول ما جيت اكتبها النور قطع. انا انا اتفزعت ورحت ماسك الكشاف. اللاب عامل نور، بس النور بتاع اللاب مع الضلمه نور مرعب. فرحت فاتح نور بسيط والدنيا ضلمه، رحت ماسك الكشاف وفتحت وقعدت شويه. بعد كده خدت قرار ان انا الم الحاجه وامشي. النور جه، قلت طب خلاص انا ايه اقعد اكتب، لسه بفتح اللاب بكتب نفس الجملتين راح قاطع النور. لا بقى خلاص. لا خلاص انا لازم اقوم امشي، ما خلاص كده. بعديها قلت لا انا خلاص هقوم امشي. النور جه، رحت قافل اللاب ورحت حاطط الحاجه عليا وركبت العربيه وطرت. قلت لا خلاص مش هينفع كده. جيت بعديها بشويه قلت اقعد اكتب في البيت عندي الجزئيه دي، فكنت قاعد بالليل كده، قمت قاعد بروقان لسه بكتب اول الجملتين النور كله قطع. قلت لا هما كده واضح ان الحكايه فيها حاجه غلط. لا واضح انا مش هكتب. حتى هتلاقي في القصه انا في الجزء ده انا كاتب ان هو قاعد يحرك بقه بكلام، وبعد كده حضر الجن عليه. ما خلاص مش هقول بقى كلمتين عشان ما اضيعش الدنيا. فهو الموضوع كان ان انا فعلا كنت بحاول ان انا اكتب القصه واكتب فيها معلومات. يعني انا اقول لك على حاجه، القصه فيها جزء كمان تاريخي هو حقيقي، لكن طبعا في دمج كده عامل انتجريشن ما بين الحقيقه والخيال. بالمناسبة برضه انا عايز اعرف ازاي دمجت ما بين الخيال وما بين الضحك والرومانسية برضه، لان في مواقف برضه حساسة كوميدية. هو شاطر، مواقفه كلها مع ليلى رومانسيه وكوميديه يعني. يعني مثلا بص مش هقطع لك في القصه، لكن هو في جزء تاريخي في القصه يمكن انا كنت بكلمك عنه ان دمجته ما بينه وما بين الخيال، اللي هو الجزء بتاع تمثال ابراهيم باشا. الجزء ده يعني كل اللي يقرا القصه يقول لي هو تمثال ابراهيم باشا هو فعلا في كده. يعني هو انا دمجت فعلا يعني تمثال ابراهيم باشا دوت. زمان كان ايام الخديوي اسماعيل امر ان التمثال ده يتحط في العتبه. وفعلا هو امر واحد من بره، مش فاكر اسمه كان ميسيو ايه مذكور في الكتاب يعني. الراجل دوت هو امر ان هو يعمل تمثال وينحته ويترفع في ميدان العتبه. حصلت ثوره ساعتها، والشباب بتاعت الثوره راحوا منزلين التمثال وراحوا مرمينه في مخزن، وبعد فتره خدوا التمثال دوت ورفعوه في الاوبرا اللي هو تمثال ابراهيم باشا اللي عامل صباعه كده. ففي صندوق تحت التمثال. فالقصه اللي انا بحكيها عن اسماعيل باشا واللي حصل والثوره وبدايه الثوره واللي حصل كل ده حقيقي. حتى الميسيو اللي هو اللي خد اللي نحت التمثال قصته حقيقيه. يعني في احداث حقيقيه جوه في احداث حقيقيه جوه القصه. انا يمكن جاتب جزء كده شويه على الجزء بتاع تمثال ابراهيم باشا. الجزء الاولاني كله تاريخي فعلا حقيقي. ما هو انت لما هتقرا كتاب لازم تخرج منه باي معلومه حقيقيه.
مش كله هيبقى خيال. ممكن الفانتازيا جميله بتخليك تقرا الكتاب وتروح معاه، مم. لكن لو مفيش يعني شويه من المعلومات كده تخرج منهم من الكتاب، يبقى انت ما قريتش حاجه تفيدك في حاجه، يبقى ده مش ملوش لازمه الصراحه. ايوه. بس فكان الجزئيه بتاعت تمثال ابراهيم باشا دي كلها تقريبا احنا كنا بنتكلم عن جزء موجود في التاريخ. اوكي. اتكلمنا على جزء مثلا اللي هو بتاع عماره الاموبيليا. اه. احنا طول عمرنا نسمع عن عماره الاموبيليا دي ان فيها جن وفيها عفاريت وفيها حوادث. ما حدش يعرف ان عماره الاموبيليا دي اساسا كانت مكان السفاره الفرنسيه. مكان السفاره. مكان السفاره الفرنسيه اللي هي مذكوره في مكان الشارع ده كانت السفاره الفرنسيه، اللي كان اساسا مم. الميسيو اللي هو النحت كان السفاره دي هو كان تبعها. مم. فانا ربطت الجزئيه ديت وابتديت اتكلم عن تاريخ العماره دي، وطبعا ربطتها في الاخر ان هي ليها جزء. العماره دي في جزء منها هيبقى المفروض ان هو في الجزء الثاني من القصه هيبقى فيه موال كبير قوي على الامبليا دي يعني. طب انا عايز اعرف برضو ايه اللي يعني، عايز اعرف الفكره اللي انت عايز توصلها من الروايه، يعني ايه مضمون الروايه نفسها اللي انت عايز توصلها للقارئ. بص اقول لك على حاجه، بعد ما تقرا الاحداث بتاعت القصه كلها هتلاقي نفسك رايح في حته غريبه قوي. اولا انت لاول مره بتشوف الجن وبتتعاطف معاه وبتحبه. اه ده بس حقيقي. انا ما كانش قصدي ان انت تحب الجن على فكره، هو احنا برضو ما فيش ما بيننا وبينهم عمار قوي، مم. فما ينفعش ان احنا نحبه ويحبنا والكلام كذلك ده. ده احنا حابين شاطر يعني. لا انتوا حابين شاطر لان هو احنا جايبين قصه رومانسيه ان هو ما بيأذيش وما بيعملش حاجه وان هو واقف جنبها طول القصه. لكن هي المشكله في حته ان هو ايه، انا سمعت على فكره ويعني برضه دي اقاويل قال لك ان في جن طيب وجن شرير. مم. انا يمكن كنت تملي مركز ان هو جن طيب، وكنت تملي بشير ليها في القصه وماشي بيها. لكن انا كان الهدف الكبير لان في احداث القصه كلها في حاجات كتير قوي يعني الهدف ان انا كنت عايز اقول في القصه ان احنا لما بنقرب من العالم ده احنا بنتاذي، وفي ناس بتتاذي، وفي احداث في حياتنا بتتغير، وممكن نروح لابعاد ربنا يحفظنا منها يعني. مم. السحر، في جزء اللي بيتكلم عن مدينه الصحارى، الجزء ده بيتكلم كله عن السحر وقد ايه في اذى كبير قوي من السحر اللي بيعملوه الناس لبعضيهم يعني. ففي الكتاب رايح في حته في هدف منه. طب بما انك كتبت حاجات اجتماعيه وحاجات رومانسيه ودخلت كمان في الخيالي، ايه اكتر جزئيه عجباك، يعني اكتر جزئيه انت لاقي نفسك فيها؟ بص اقول لك على حاجه، انا احلى شخصيه او احلى جزئيه انا بحبها في القصه، يمكن القصه كلها فيها مواقف جميله وفيها احداث جميله، لكن في شخصيه في القصه، شخصيه ديفان مم. اللي هو ملك عشيره الجن. ايوه. الراجل ده كاركتر لوحده كده في القصه، ليه تاثير مريب يعني. وليه هيبه لوحده يعني، ليه انا اول هيبه، ما ده هو ليه هيبه جامده. وفي لحظه من اللحظات كده الراجل هينكسر كده وهيبتدي يتكلم. ده ماستر سين، الجزء ده ماستر سين كامل، هو بيتكلم ومكسور وبيتكلم عن حبيبته اللي اتحرقت. مم. فاحنا بص المره دي احنا عاملين حاجه كده اللي هو ايه، لا ده احنا بنتكلم عنهم هم وعن تاثيرهم هم كمان ببعضيهم يعني. هو كان ليه مراته ومراته اتحرقت. انت برضه ما اكتفيتش ان انت تتكلم عننا احنا بس، لا برضه هو عامل خالص، جزئيه ده عننا. هو ده انا مخليهم هم كمان ليهم جزئيه كبيره قوي. اه. في انا اتكلمت في السحر واتكلمنا على الجزء بتاع الدفان ده جزء كبير. كمان احنا في الاخر حاولنا بقدر الامكان ان احنا يعني نوصل يعني ان برضه على فكره هم بيتاذوا. انت مم. تعرف ان حرق الجن حرام. حرق الجن حرام. يعني ده بقى من ضمن الحاجات. مم. احنا طول عمرنا بنقول لك ايه، ومثلا في الفيلم بتاع عادل امام بتاع الانس والجن، اه. في اخره هو قرا قران عليه وحرق والكلام ده كله خلاص. هو بيتحرق على فكره، هو مخلوق ربنا خلقه، مم. لكن ان انت تحرق الجن ده دي حرام. انت ممكن تسجنه ومش عارف ايه الحاجات اللي هم بيقولوها، لكن حرقه حرام. انت بتأذي مخلوق على وجه الارض. مم. هو اي نعم ممكن يأذيك، بس هو حرقه. ما هو غالبا بيحرقوه عشان بيبقوا خايفين منه. ما هم خايفين منه، بس هو يعني احنا اتأكدنا من المعلومة دي ان حرق الجن حرام. مم. فهو حتى زيفان يمكن من الشخصيات المؤثرة قوي، ان هو وهو القصة كلها قايمة عليه ان هم حرقوا مراته، فهم حرقوها وهو حرقوها قدام عينيه، بينتقم. فهو كان عايز ينتقم. مم. هو اي نعم في الاخر المسار القصه كله اتغير، لكن هو في الاخر هو كان كل التاثير وكل الدربكه اللي في القصه علشان هم حرقوا مراته يعني. مم. بس دي معلومة جديدة برضه. ما هي معلومه جديده. هو طول ما انت ماشي في موضوع الجن بتلاقي فيه معلومات، بس انك تتاكد من صحتها يعني. مم. لان في حاجات كتير قوي احنا مثلا يعني بنشوفها بيبقى فيها
تهويل اكتر من لازم، لكن في ايوه حاجات سحر بقى حقيقيه يعني. وبيتحركوا والكلام. هو يعني الموال بس هو عايز الله اعلم اعرف بيهم برضه يعني. الجزء التاني هل هيتكلم اكتر يعني عننا ولا عنهم هم اكتر، ولا كميكس ما بيننا؟ لا هو ميكس ما بيننا يعني. هو الجزء الثاني اللي هي عشيره زيبق دي لسه احنا يعني هنشوف يعني ان شاء الله. هي ممكن يبقى فيها يعني مش احداث مش حلوه عايز جدا يعني، تحرق مش عايز احرقها. مم. بس في احداث حلوه قوي قوي يعني. شاطر الاحداث الاولى كانت جميله وجابت اقبال مع الناس، وفي ناس قرت القصه وكانت الكومنتات الجميله يعني بصراحه اللي كنا لا هي بنقراها لحد دلوقتي بصراحه. فعلا جايبه كومنتات، يعني كل الكومنتس كلها ايجابيه. الحمد لله شكر لله. هي القصه لغايه دلوقتي يعني انا شايف ان ما حدش انتقدها انتقاد سلبي لا يعني. انا حاولت بقدر الامكان ما اخرجش عن السياق بتاع انت مخليها برضه الترفيه. في ترفيه يعني. انت اه ممكن تقرا القصه، انت في اخر انت دخلت جوه القصه وقريتها، انت لاقي في رومانسيه، في فانتازيا، في شويه رعب اه يعني. في جزء بتاع مدينه الصحراء الاخير ده كله ده فيه رعب جامد قوي على اه فكره. ده حقيقي. في جزء رعب، لكن بعد كده وفي كسره وفي انسانيات وفي حاجات. فهو انا شايف ان القصه طبعا كمان لوحده، لكن انا شايف ان الى حد ما متكامله. احنا قدرنا مم. نعمل حاجه حلوه ممكن انت تقراها وما تملش منها يعني. هو فعلا ما فيهاش اي ملل انا الله فعلا قريتها يخليك، ما كانش شكرا. فيها اي ملل. انا سمعت بقى ان انت يعني منزل كتاب تاني في معرض الكتاب، لسه شايف البرومو بتاعه النهارده، فهتحب تكلمنا عنه؟ لا استنى بقى، طب انا الفعل ده موال تاني. مم. احنا بقى خدنا السكه اللي انت كنت بتتكلم عنها. احنا واخدين سكه رومانسيه يعني. احنا نازلين في المعرض في شاطر، اه وشاطر واخد الجزء بتاع الفانتازيا، تمام ونازلين بقى بالملعب بتاعنا اللي احنا بنعرف نلعب فيه. اوكي. فاحنا نازلين بالجزء الرومانسي بس لسه الاول. برضه في الحته الرومانسيه. لسه الرومانسيه، لا اوكي ده كتاب بقى رومانسي ودراما قوي. الحته بتاعتك دي. اه بتاعتنا دي. فاحنا ان شاء الله لا اقرا الكتاب الاول، تمام. وبعد كده نقعد مع بعض قعده انا طويله عايز نقول نسخه اللي احنا النهارده. عايزينه. هديك نسخه النهارده تمام يا باشا. اوكي